مرحبا بكم. سنتعرف الآن على حياة أحد القديسين المعاصرين للكنيسة القبطية، وهو الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة. أنا بولس غبريال، اتولدت في تلجة بمحافظة المنيا عام 1829. حفظت المزامير ودرست الكتاب المقدس منذ طفولتي، وبعدها دخلت دير العذراء المحرق عام 1848، واترهبنت باسم بولس المحرقي، واترسمت قس عام 1863، وخدمت في إبراشية المنيا، وبعدها رجعت لديري، أصبحت رئيسا له، لكن اتطردت منه، بيقولوا بسبب عطفي الزائد على الفقراء والمساكين. وبعدها انتقلت إلى دير البراموس بوادي النطرون، واتفرغت للعبادة والدراسة، واترسمت أسقف على الفيوم والجيزة باسم الأنبا برام عام 1881، وتحولت المطرانية في عهدي إلى دار للفقراء والمحتاجين. كنت أعطيهم كل ما أملك. وتنيح في 10 يونيو عام 1914، وشارك في توديعي حوالي 25,000 شخص، وأعلنتني الكنيسة القديسة الرسمية لها عام 1964. هذه هي قصة حياة القديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة، رجل العطاء وصديق الفقراء.